وسابتهم وخرجت من المدرسة وهي وشها زعلان ومتضايق، ولقت فهد واقف لها بره. دخلت وركبت معاه العربية. انت رايح مشوار ولا ايه؟ لا، أني جاي أخدك عشان حنخرج. إيه ده مالك؟ بتعيطي ليه؟ لا مش بعيط ولا حاجة، ده أكيد في حاجة دخلت في عيني. هو أنتي مش عارفة إن الكذب حرام؟ عاوز ايه يا فهد؟ قولي إيه اللي حصل وبطلي كذب. وحكيت له جوري اللي حصل معاها في المدرسة. لو كان المفروض حد يتحاسب على فرق السن فهو أني مش انتي. وما تخافيش، أني هرجعلك كرامتك قصاد الناس. آسف إن حطيتك في الموقف ده. ما تعتذرش على حاجة، انت مالكش ذنب. العيب مش فيك، العيب في الناس اللي دماغها مقفلة، هو مش بتشوفه غير من وجهة نظرها وبس. قولي بقى، هتاخدني ونروح على فين؟ هخطفك، تقبلي؟ طبعا. قوليلي بقى، بتفكري في إيه؟ مفيش حاجة، بس كنت عايزة أسأل، هو ممكن الإنسان يتغير؟ ممكن يتغير، بس لازم يلاقي حد معاه وواقف في ظهره وبيسنده. انتي كل يوم في المدرسة علشان تشوفي الدروس بتاعتك وتبقي مع المدرسين. فهمتي منيهم ولا ايه؟ على فكرة لو ما فهمتيش اني ممكن اغيرهم كلياتهم. لا بالعكس، أنا بفهم منهم كويس جدا. بس أنا عايزة أسألك سؤال، انت ليه ما خليتش الدروس بعد اليوم الدراسي؟ ليه حطيتها في اليوم الدراسي؟ عشان الحج المحمدي مش هيقبل ان حد يدخل بيته من المدرسين وهو شايف كده ان تعليمك اصلا ملوش لازمة. فبلاش كمان نجيب مدرسين الفترة دي. المهم دلوقتي عايزك تنجحي وتبقي كويسة. طبعا إن شاء الله، بإذن الله. واخدني على فين بقى؟ مش قلتلك هخطفك؟ لا بجد، أنا عايزة أعرف انت واخدني فين، أصل الفضول هيقتلني. هنروح نشوف البيت بتاعي اللي في آخر البلد علشان هننقل فيه، وكمان هاخدك في عصر قديم جدا. ليه؟ ما احنا قاعدين في بيت العيلة، وبعدين عصر ايه ده؟ أول حاجة ملوش لازمة الكلام، وبعدين احنا لازم يبقى لينا حياة خاصة على الأقل عشان تبقي واخدة راحتك. واني كمان ما نبقاش خايفين من حاجة، وكمان عشان أبعدك شوية من ضغط الحج المحمدي. فهد، هو انت زعلت من تدخل والدك في حياتنا؟ على فكرة أنا مش زعلانة، لأني شايفة إن ده حقه. أنا عارف إن ده حقه، بس أني كمان من حقي أكون مرتاح نفسيا علشان أخف. أني زهقت من حكاية الرعب اللي أنا عايش فيها دي، وعشان كده واخدك النهاردة علشان تشوفي إيه رأيك. ولو مش عاجبك هشوف مكان تاني، بس متأكد 1,000,000% إنك هتحبيه. أصلي عرفت إنك بتحبي الآثار. وبعد شوية ووصلوا البيت، شكله تحفة فنية من بره. التحفة الفنية دي بتاعتك؟ انت متأكد ان ده بيتك؟ هو بيتي، إيه رأيك فيه؟ ده تحفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بجد شكله حلو قوي. طيب الحمد لله إنه عجبك. تعالي بقى أفرجك عليه من جوه، ومتأكد إنه هو كمان هيعجبك. دخلت جوري الفيلا ولقيته مصنوع من الحجارة الفرعونية اللي خلت للمكان شكل خاص، وفيه تحف وآثار كتير. ايه ده؟ انت ازاي قعدت على الكرسي ده؟ انت عارف الكرسي ده شبه مين؟ هو مش شبهه، هو الحقيقي. نعم؟ قصدك تقول ايه؟ قصدك تقول ان كل اللي في البيت ده آثار؟ كل اللي حواليك دي آثار حقيقية 100%، وكمان في منهم مصنوع من الذهب ومطعم بالحجارة الكريمة. قولي انك بتهزر، يعني انت عندك متحف وبتقولي عليه بيت؟ بصي، البيت ده ما حدش دخله خالص، حتى أمي وأبويا، لأن ما حدش يعرف مين صاحب البيت ده. أنا أصلا لما اشتريت البيت دوت كان عبارة عن قطعة أرض صممتها بالطريقة اللي تعجبني، وكنت عاوز أحسن حاجة من برا، وهو عامل زي الجنة زي ما شفتيه. بس لما جيت أدخل البيت ما حبيتش إنه يكون زي أي بيت عادي، لا، حبيته يكون مختلف. وفي الوقت ده حصلت حاجة غريبة، كان في ناس بتنقب عن الآثار في البلد. ساعتها أنا عرفت الموضوع ولقيتهم، واكتشفنا 3 مقابر ل3 ملوك. طبعا المقابر دي فيها كل حاجة تبع الملك، ومن حظي إن المقابر دي كانت كاملة، فخدت منها شوية حاجات اللي عجبتني، والباقي سلمته للحكومة، مع إني ما قلتش لأي حد عن الموضوع ده غيرك. انت ممكن كده يتقبض عليك؟ انت عارف يعني ايه واخد حضارة مصر؟ ارجوك يا فهد، روح سلم الحاجات دي كلها بدل ما يحصل لك مشاكل. على فكرة في حاجات هنا أنا اشتريتها، يعني مش كل ده واخده كده وخلاص. بس عاوز أقولك على حاجة، مش أنا لوحدي اللي واخد، البلد كلها
واخدة منيهم حاجات. على الأقل أني واخدها لنفسي، مش الناس اللي بتباعها وتخرجها برا البلد. وبعدين يا جوري ما تخافيش، المكان هنا محدش يعرفه، لأنه بيبعد عن البلد ب10 كيلو، وهي ما بين بلدين، يعني حتة صحراء. أني اشتريتها وبعمل فيها اللي أنا عاوزه. عملت إيه يا ياسين؟ لقيتها ولا لسه؟ عطلوا الأخبار وقرا الخبر. ما تقلقش يا عمي، أني غسلت عار العيلة كليتها وقتلته هي والمفضوح اللي معاها. أما الزبالة التاني اللي هربت عشانه خليته هو اللي يلبس الجريمة عشان نخلص الدنيا من حبة زبالة. هكده أقدر أمشي بين الناس وأنا رافع راسي. بس قبل كل ده، عشان أرفع راسي بجد، هروح وأعترف إنني اللي غسلت عاري. نعم، قصدك إيه يعني؟ أنت ملكش ذنب أصلا، وعاجلا وآجلا البوليس هيعرف إن مش الزبالة دي هو اللي قتلها. وأنت يا ابني غسلت لي عاري، وأكيد مش هرد جميلك بإني دخلك السجن، ولا عشان خاطري ولا عشان خاطر أي حد. اتكل أنت على الله وروح البلد، وخد مرات عمك معاك، وأنا ليا رب اسمه كريم. عايز تلف المشنقة حوالين رقبتك ليه؟ هم قذرين واخدوا الاتنين جزاتهم ويستاهلوا اللي حصل لهم. عارف يا ولدي، بس أنا مش هدخل حد السجن في قضية هو ما عملهاش. اسمع مني يا ياسين، وصية عمك يا ولدي، ولا مش عايزني انام مرتاح في تربتي؟ ماشي يا عمي، اللي تأمر بيه. كنت فين لحد دلوقتي؟ أنا قلقت عليك يا ابني وتليفونك كان مقفول. ما فيش يا أمي، أنا كنت بوري الجوري بيتنا الجديد. إيه؟ بيتكم إيه بالظبط؟ هو أنت هتسيب البيت ليه؟ إيه اللي حصل؟ ما فيش حاجة حصلت، بس أنا عاوز أعيش براحتي أنا ومرتي، على الأقل مرتي تعرف تاخد حريتها أكتر. وسابها وطلع أوضته. إيه يا جوري؟ إيه اللي حصل؟ احكي لي كل حاجة. أنا ما بقتش فاهمة حاجة يا ماما، بس كل اللي أنا عارفاه إني تعبت من كل حاجة، وحاسة إني غبية أو هبلة. يعني إيه مش عارفة حاجة؟ ده أنتي اللي بتتحكمي في كل حاجة. بالله عليكي أرجوك يا جوري، وغلاوتي عندك، لو أنتي فعلا بتحبيني بلاش تخليه يسيب البيت. أرجوك يا جوري، وأنا والله هكلم عمك يسكت خالص وما يتكلمش معاكوا في أي حاجة، بس خليكم هنا وحياتي عندك يا بنتي. والله يا ماما أنا قلت له إني مش عاوزة أسيب البيت، بس أنا مش عارفة هو ماله. أمان عليك يا بنتي، ما تخلوش يسيب البيت، ده أنا ماليش غيره هو وأخوه، لما يسيبني بس هعمل إيه؟ حاضر يا أمي، أنا هكلمه. وطلعت جوري للأوضة. مالك واقف كده ليه؟ أنا عاوز أعرف أنت اللي مالك، من ساعة ما خرجنا من البيت وأنت ما بتتكلميش خالص، واكلة سد الحنك ولا إيه؟ هو ده بيت؟ طب ما تقول عليه متحف. تصدقي إنك أوفر. متحف إيه يا بنتي؟ هو عشان فيه كام حتة آثار يبقى متحف؟ وبعدين فيها إيه لما واحد بيحب حاجة ويحب يقتنيها؟ أنا مش شايف إن ده عيب. صدقني أنا مش عاوزة أتكلم في الموضوع ده، لأن الموضوع ده أصلا لوحده مستفز، وأنت تفكيرك غريب. بلاش نتكلم في الموضوع ده أحسن، خلينا نبقى ساكتين. إيه رأيك؟ تمام. تحبي ننقل إمتى؟ الأسبوع الجاي ولا الأسبوع ده؟ أنا مش عايزة أنقل ولا أسيب البيت، ومش عايزة أروح في حتة. اللي أنا أقول عليه هو اللي يمشي. تمام؟ ليه إن شاء الله؟ حضرتك كنت اشتريتني ولا اشتريتني؟ لا، هني جوزك. إيه رأيك؟ دي حاجة حلوة، اللي أنا أقوله يتنفذ، علشان كده هننقل بكرة. تمام؟ خلاص عادي جدا، انقل انت لوحدك وانا مش هنقل، انا قاعدة هنا. شكل موضوع اني باخد رأيك في كل حاجة دوت مضايقك. بصي، انا هنا اللي اقول وبتحكم في كل حاجة، انت هنا عليك تقولي حاضر وبس، مش اكتر من كده. فاهمة ولا لا؟ فاهمة. وسابته ودخلت عشان تنام، وهو قاعد على السرير جنبها، وهو حاسس بقوة، وانه المتحكم الوحيد، وانه في ايده كل زمام الامور، عشان عايز يثبت نفسه انه الاقوى. لكن قلبه مجروح وموجوع على دموعها، لكن هو في نفس الوقت مش قادر يعمل لها حاجة. مالك يا زهرة؟ هو فهد في حاجة؟ يا ابني هيسيب البيت بسبب تحكمك وبسبب كلامك. شفت اخر اللي انت بتعمله هيوصلني لايه؟ ان اخسر حد من عيالي. يسيب البيت ليه؟ هو في ايه؟ وبعدين هو اني عشان بقوله عايز حتة عيل هيسيب البيت ليه ان شاء الله؟ لحسن تكون مرته ما بتخلفش وهو مش عاوز يقول. ده كل اللي همك؟ ان هي ما بتخلفش؟ لا، البنت بتخلف،
بس هما اللي مش عاوزين دلوقتي. وبعدين انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه؟ خلفة ايه وهباب ايه دلوقتي؟ بقولك ابني هيسيب البيت، يعني هقعد لوحدي وهيفضى عليا، وصوت ابني هيبقى مش فيه. احسن برضه. وعلى فكرة ابنك مش هيدخل البيت دوت غير لما يكون شايل ولده على يده، وانا اللي هقول له كده وهو خارج. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اوعى تقول كده. هو ده اللي عندي. ايه اللي انت جايباه ده يا عزة؟ انت بقيتي رومانسية ولا ايه يما؟ لا مش انا اللي جايباه، ده خطيبك اللي بعته. تعالي نفتحها ونشوف فيها ايه. فتحت نوار الهدية ولقيت الفستان اللي وراه حسام. ده الفستان اللي عجبني، ممكن فعلا يكون عمله عشان خاطري. على رأي المثل، خدي اللي بيحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. بس في الاخر القلب وما يريد يما. اتضايقت عزة ولسه ما ردتش عليها، وحسام اتصل بنوارة. ازيك يا حسام؟ ايه رأيك، الفستان عجبك ولا عايزة فيه اي تعديل؟ لا الفستان حلو جدا، شكرا. والله مش عارفة اقولك ايه. مفيش بين الأحبة شكر. انت حبيبتي وكمان يومين هتبقي مرتي، يبقى مفيش ما بينا شكر. اكيد مفيش ما بينا شكر. المهم انت عملت بدلتك ولا لسه؟ وهبعتلك صورتها دلوقتي. تمام، انا هقفل بقى عشان امي بتنادي عليا. وقفلت معاه الخط. بس اني ما نادتش عليكي، واني مفيش حاجة اتكلم فيها معاه. والله يا بنتي انا مش فاهماكي، انتي بتعملي ليه كده؟ ريحي قلبك وريحي نفسك، علشان الموضوع ده خلاص. انتي يومين وهتكوني مرته، علشان كده لازم تتعودي. بإذن الله يما، بعد إذنك أنا عاوزة أنام، وياريت تقفلي النور. كده؟ ماشي يا نوارة، ماشي يا بنت بطني. كويس انك صحيتي بدري. انده الخدم عشان نجهز الشنط. فهد أرجوك افهم، بلاش نمشي. اللي انا اقوله يتنفذ. اتفضلي انزلي للخدم وقولي لهم يجهزوا الشنط. اللي عاوز حاجة يعملها لنفسه. اني اللي اقوله يتقلي عليه حاضر. انزلي وقولي لهم يجهزوا الشنط. اتفضلي يلا. ونزلت فعلا ولقيت زهرة في السكة. انت رايحة فين؟ نازلة اندها على حد من الخدم يجي يساعدني علشان نجهز الشنط. طلعت زهرة تجري على محمدي. ادخل ادخل قول لابني ما يسيبش البيت، عشان لو ساب البيت انا همشي معاه. وطلع ابوه بسرعة وراح لعنده. امك بتقول انك هتسيب البيت وتمشي. ايوه يا حاج، في حاجة؟ البيت ده مش هتدخله تاني غير وانت معاك ولدك، يعني البيت ده محرم عليك. وسابه وخرج، وفهد ولا اتأثر بكلامه. وبعد مرور ساعة كانوا نازلين هما الاتنين ومعهم الشنط. فهد وحياتي عندك يا ابني بلاش تسيب البيت. لا يا امي خلاص، اني اتفقت مع الحج. خلاص انا همشي معاك ومش هسيبك. لا يا امي، ده بيتك وانت هتفضلي فيه، واني باذن الله هرجع قريب. مالك قاعده بتعيطي ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده يعني؟ على اساس انك مش عارف صح؟ اذا كان انت اللي قلت له يمشي، انت بتعمل معاه كده ليه؟ وعاوز منه ايه؟ اقعدي ساكته يا زهره، انت مش فاهمه حاجه. انت اللي مش فاهم حاجه، انت اللي مش عارف حاجه. حس بيا، انا ابني بقاله 33 سنه في حضني، يجي النهارده ويمشي، وبسبب مين؟ بسبب ابوه. لا يا محمدي، انا مش هسكت على كده. وانت مفكراني مبسوط يعني ان ابني ساب البيت؟ لا، بس هعمل ايه؟ عاوزاني امسك في ديله زي العيال الصغير واقعد زعلان على نفسي؟ لا يا زهره، ابنك مش هيرجع البيت ده غير ومرته حامل، يا يتجوز واحده تانية تخلف له حته عيل. اني مش عاوز اموت وما اشوفش ابني معاه عيل صغير زي اخوه. اني ما اتكلمتش على انه اتجوز من غير ما يقول لي، لكن كله الا الحفيد يا زهره. ماشي يا محمدي، وانت بقى تنساني لحد ما ابني يرجع. انت بتقولي ايه يا زهره؟ بقول اللي هيحصل يا محمدي. لو فكراني هزعل واقول لك لا والنبي خليكي قاعده معايا، غلطانه يا زهره. لا، خليكي في اوضه ابنك، بس اللي قلته مش هرجع فيه. ايه ده؟ مال ايدك يا فهد؟ مفيش حاجه. ايه اللي مفيش حاجه؟ انت ايدك بتنزف. وقعدت تطهر له الجرح وتلف له ايده، وهو بيبص لها ومش عارف هي فعلا عايزه تكون معاه وتكون جنبه، ولا كل ده علشان الاتفاق اللي ما بينهم. ايه انت بتحبيني؟ لا انا بساعدك بس عشان انت جوزي. وسابته
وخرجت بكل برود. ومر يومين وما حصلش أي حاجة، وجا يوم جواز نورة وحسام. مالك قاعدة كده ليه؟ عاوزني أعمل إيه يعني؟ أقوم أرقص؟ لا يا أختي، تقومي تلبسي عشان نروح الفرح. أنا مش عاوزة أروح. لا حتقومي، يلا أني جبتلك فستان، قومي البسيه و10 دقايق وتكوني جاهزة. ماشي يا فهد، اللي انت عاوزه. ووصلوا الفرح، وأول ما دخل فهد بس إيد باباه وما بينش أي حاجة. إيه، مش ناوي ترجع البيت تاني؟ أمك عاملة مناحة قريب، بس مش دلوك يا فارس. طب ليه مش عايز ترجع دلوك؟ إيه المشكلة؟ حد زعلك ولا حاجة؟ المشكلة فياني، عشان كده مش هرجع غير لما أحل كل مشاكلي. جوري، وحشتيني جوي. هو انت كمان يا بيبة؟ ايه يا ماما، مش عاوزة تكلميني ولا ايه؟ لا، ليه يعني؟ وحشتيني أوي يا ماما. وانت كمان وحشتيني يا جوري. يلا يا حبيبتي، روحي سلمي على العروسة. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. وبعد مرور ساعتين، ولما الفرح خلص، أخد حسام عروسته وراح بيته، وهي كانت قاعدة في الأوضة خايفة ومتوترة ومش عارفة تعمل ايه. مالك يا نوارة قاعدة كده ليه؟ أصل ما تخافيش يا نوارة، أني مش هجبرك على أي حاجة. أني مش من الرجالة اللي بتفرض نفسها، لا. أني لما اتجوزتك كنت بفكر أعمل عيلة اللي اتحرمت منيها، مش عشان اللي في دماغك، ومش هجرب منيكي غير لما تكون انت مستعدة لده. هنا رمت نفسها نوارة جوه حضنه بكل روحها، وحست معاه بشعور غريب وجميل، وحست بحنيته. تصدق طلعت حلوة نوارة. عاوزاني أقول لك إيه؟ هي حلوة؟ لا يا جوري، انت أحلى منيها مليون مرة، وعيني مش شايفة أي حد غيرك انت. بجد بجد يا فهد؟ عندك شك في كده؟ الصراحة أنا ما بقيتش فاهمك خالص. مش مهم، أهم حاجة إنني فاهم. وأنا كمان من حقي أفهم، أعرف أنت عاوز إيه وبتفكر في إيه. طول ما أني معاكي ما تفكريش في أي حاجة، فكري فياني وبس. يعني بجد يا فهد أنت مش زعلان إن نورة اتجوزت؟ أحلف لك بإيه إنه ولا فارق معايا. نورة لو كانت فارقة معايا كنت ممكن أقلب الفرح على فكرة، وصدقيني نورة كانت هتبقى أكتر واحدة مبسوطة في اللحظة دي. بس ما ينفعش، لازم نورة تبدأ حياتها زي ما أنا ما بدأت حياتي من جديد معاكي. هو فارس وجوري مش ناويين يرجعوا البيت ولا إيه؟ هاني كلمته، بس هو قال لي إنه قريب هيخلص مشاكله. وبعدين أنا لما اتكلمت مع أبوي قال لي إنه هو محرم عليه دخول البيت لحد لما يخلف ويكون معاه عيل، يا إما كده يا إما مش هيدخل البيت تاني. إيه اللي أنت بتقوله ده يا فارس؟ أنت عارف يعني إيه معنى الكلام دوت؟ هو العيال بتيجي بسهولة؟ هيقول لها احملي هتحمل، يقول لها ولدي هتولد. إذا كان عمي راجل متعلم وفاهم، إزاي يقول الكلام ده؟ والله يا حبيبي أنا مش فاهم حاجة. أبويا بيقول إنه من حقه إنه يشيل عيال فهد، وفهد شايف إن من حقه محدش يتدخل في حياته. بس اللي أقدر أقوله إن ربنا يسهل الأمور وجوري تحمل، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي فهد يرجع البيت تاني. يا إما كده يا إما أبوي ممكن يقفل دماغه إن لازم فهد يطلقها. فهد يطلقها ليه؟ هو الطلاق سهل قوي كده؟ فارس، هو عمي لو قالك تطلقني هتعمل ايه؟ هتسمع كلام ابوك وتطلقني فعلا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا حبيبة؟ انت اتجننتي؟ اطلق مين واطلقك ليه اصلا؟ ممكن عشان انت ما بتحبنيش. انا عارفة ان انت كنت مجبور على الجوازة وما كنتش عايزني، وكنت بتحب واحدة تانية في مصر، بس عشان خاطر ابوك اتجوزتني. علشان كده بسألك، لو عمي قالك طلقني هتطلقني يا فارس؟ اني ما كنتش بحبك وقلبي ما كانش ليكي، بس لما عشرتك وعرفتك عرفت اني اخترت في الاول غلط، واني ربنا ما اردش اني اكمل في الغلط. اني لو لفيت الدنيا دي كلياتها مش هلاقي ضفرك يا حبيبة. انت مش واحدة عادية، اني بحبك وانت نور عيني وام ابني. يعني بجد بتحبني يا فارس؟ بجد قلبك بدأ يدقلي؟ من اول ما شفتك على فكرة. ومرت الايام والشهور وما حصلش اي حاجة جديدة، وفهد بيواظب على علاجه وكل شيء يخص علاجه من تمارين واكل، وجوري
وقفة جنبه في كل لحظات حياته. أما نورة وحسام بدأوا يقربوا من بعض، ونورة بتكتشف كل يوم إنها حاسة بالراحة معاه، وإنها فعلا بدأت تحس بشعور من ناحيته، وبدأت فعلا تحبه. وبعد شهور في يوم من الأيام كان ميعاد الدكتور، وراح فهد علشان يعمل التحاليل بتاعته ويشوف العلاج وصل لحد فين. خير يا دكتور، التحاليل بتقول ايه؟ التحاليل بتقول انك بقيت احسن حال، والنسبة زادت وبقت 60%، ودي حاجة عظيمة جدا، مش عالية قوي بس على الأقل تقدر تتصرف في حياتك عادي خالص. بجد يا دكتور؟ انت متأكد؟ طبعا، حتى لو مش مصدقني ممكن تاخد التحاليل بتاعتك وتروح لأي دكتور تاني وتسمع هيقولك ايه. لا طبعا، بس يعني انا مش مصدق، يعني اقدر اعيش حياة طبيعية مع مرتي؟ طبعا، والنسبة كمان ممكن تكبر لما الموضوع يزيد، وتخلي بالك من الأدوية. خرج فهد من عند الدكتور وهو مش مصدق نفسه، وحاسس ان حياته بدأت تتغير من حواليه، وطلع يجري بسرعة وراح عند جوري. ايه يا فهد، في ايه مالك؟ وحشاني قوي. في ايه يا فهد؟ ده انا كنت لسه معاك. بتوحشيني وانت معايا، بتوحشيني وانت جوه حضني، بتوحشيني في اي حتة. اني بموت فيك يا جوري. انت فيك ايه متغير؟ انت رحت للدكتور النهاردة، هو قالك ايه؟ قالك انك خفيت صح؟ قول انك خفيت. ايوه خفيت. وحضنته جوري وهي فرحانة ومش مصدقة نفسها. يلا بقى عشان حنسافر وحقضي معاكي احلى شهر عسل. وفعلا خدها فهد وراحوا شرم، وقضوا يومين حلوين ومش مصدقين نفسهم من كتر الفرحة. وفجأة جوري راحت وقالت له: فهد طلقني. ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ بقولك طلقني. والمفروض دلوقتي اقولك ايه؟ اقولك تحت امرك، يلا بينا على المأذون علشان اطلقك، صح؟ احنا اتفقنا على كده ولا انت ناسي؟ مين ده اللي يطلقك؟ ده انا موتك وما طلقكيش، انتي بتاعتي، انتي ملكي، انا ماليش حد غيرك، انتي فاهمة؟ انتي مرتي وحبيبتي ونور عيوني، عشان كده مش هتقدري تسيبيني غير على موتي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بحبك، اني بحبك، انتي ليه مش فاهمة كده؟ وظهرت الجوري وقعت في حبك. محمدي بيه، في واحد تحت عايز حضرتك، وبيقول انه اخو مدام جوري وعايزك في حاجة مهمة. ونزل محمدي بسرعة. خير يا ولدي، كنت عاوز حاجة؟ حضرتك انا جاي عشان اخد اختي. ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل بينها وبين فهد؟ لا، بس انا جاي اطلقها لاني هرجع الفلوس تاني لفهد باشا. فلوس ايه؟ اصل جوري كلمتني وقالت لي انها مش مرتاحة، وانا جاي ارجع المهر والحاجة اللي دفعها فهد باشا واخد اختي تاني. انا قاعد النهاردة في اوتيل لحد ما تتصل بيا وتقولي ان اختي جاهزة علشان اجي اخدها. وسابه وخرج، ومحمدي واقف مستغرب ومش فاهم اي حاجة. مال صوتك يا امي؟ في حاجة؟ الحقني يا فهد، اخو جوري جه هنا وساب لابوك 1,000,000 جنيه، وقال ان هو جاي عشان يطلقها منك. ابوك شك في حكاية جوازك منها وعايزك تيجي البلد بسرعة. ماشي حاضر يما، أنا في شرم الشيخ أنا وجوري، وهنجي على طول مسافة السكة. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وحكى لها فهد على كل حاجة، والغريبة انها اتبسطت. ايه ده؟ انتي مبسوطة ولا ايه؟ اخويا افتكرني يا فهد، عارف يعني ايه افتكرني؟ محدش يقدر ياخدك مني، أنا مش هطلق، واخوكي لو فكر يعمل حاجة صدقيني هقتله. انت بتقولي بس استنى وخلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. وتاني يوم وصل فهد وجوري القصر. وقف عندك يا فهد، أنا منسيتش الوعد اللي أنا قطعته واليمين اللي قسمته عليك، إنك أنت ولا مرتك هتدخلوا البيت ده تاني غير لما تكون حامل. مرتي حامل يا أبوي، حامل. وهنا اتصدمت جوري، ازاي حامل وامتى وليه بيكذب على باباه؟ ماشي، ادخل يا فهد، ادخل، علشان أنا عاوز أتكلم معاك على اللي حصل واللي هيحصل، وعايز أفهم كل حاجة. تعالي يا جوري تعالي. هو انتي حامل فعلا؟ لا مش حامل، بس فهد خلاص خف وبقيت مراته رسمي. يعني ابني خف؟ خف وبقى كويس جدا كمان، بس انا مش حامل. مش مهم اي حاجة، المهم ان ابني خف وبقى راجل، دي اهم حاجة عندي. فهد خلاص رجع تاني زي الاول، مش مهم اي حاجة تانية.
ولا عايزة عيل ولا تيل، أنا عايزة ابني وبس. انت ناوية تعملي ايه؟ مش عارفة، بس أكيد هفكر في الأحسن لينا. أنا واثقة فيك يا جوري. وطلعت جوري أوضتها وقعدت مع نفسها وطلعت تليفونها واتصلت بمازن. ازيك يا مازن؟ ايه، حسمتي قرارك وهتيجي معايا؟ أنا آسفة، مش هينفع يا مازن. أنا حبيت فهد وما بقيتش أقدر أستغنى عنه، وما أقدرش أبعد عن حياتي هنا، لأن هو حياتي. المرة الأولى أنت بعتني وأنا كنت رافضة القرار ده، ورغم ذلك كملت في البيعة وأخدت الفلوس. المرة دي أنا اللي عاوزة أكمل البيع للآخر، لأني والله ما أقدرش أعيش من غيره. أنت أخويا وسندي وظهري، ولو فهد عمل لي أي حاجة هتكون أول واحد ألجأ إليه. بس أنا مش هقدر أبعد عن فهد يا مازن علشان خاطري. تمام يا روحي، وصدقيني على طول هتلاقيني جنبك. انتي ما جيتيش الأوضة ليه؟ واجي ليه يا محمدي؟ وعشان ايه؟ على أساس انك كنت حالفة انك ما تجيش غير لما ابنك يجي، وابنك جه ودخل البيت، بس طبعا بعد ما استغفني. انت عاوز ايه يا محمدي؟ عاوز افهم كل حاجة، مش عاوز ابقى غبي. واني متأكد وعارف انك عارفة وفاهمة كل حاجة، بس بتحاولي تكدبي. مفيش حاجة، انت بس اللي شكاك زيادة عن اللزوم. وبعد مرور كام يوم جوري حست فعلا انها تعبانة. مالك؟ فيكي ايه؟ مش عارفة والله يا فهد، بس فعلا حاسة اني تعبانة جدا. طيب ما نجيب الدكتورة وتطمن عليكي. لا ملهاش لازمة، انا هبقى كويسة. وفعلا اتصل بالدكتورة عشان تيجي، وبعد شوية جات وكشفت عليها. أمي، ادخلي اقعدي معاها وهي بتكشف عليها، وتبقي تعالي طمنيني. من عيني يا فهد. خير يا دكتورة، في ايه؟ مبروك، المدام حامل. فهد مش مصدق نفسه والفرحة مش سايعاه. مبروك مبروك يا قلب امك، مبروك يا فهد. ومحمدي واقف وحاسس انه غبي وعمال يبص لهم بغضب. فهد، تعالى وراي على المكتب. وانت يا زهرة تعالي معاه. مالك بقى متفاجئة كده ليه؟ مش المفروض ان مرة ولدك كانت حامل من اول يوم دخلت فيه البيت؟ بس الدكتورة بتقول ان حالتهم كويسة. بقول لك ايه، انت هتحكي لي كل حاجة واللي حصل من الاول، لاني مش مصدق اي حاجة من كلام امك، وعمالة تلف وتدور وانت نفس الحكاية. ها، هتقول ايه؟ عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك اني كذبت عليك ومرتي ما كانتش حامل؟ كذبت عشان ادخل بيتي. انت تعرف ايه عني؟ كنت دايما بتزرع فيا اني فهد القوي اللي مش ضعيف. تعرف اني كنت بقالي 5 سنين بحارب لوحدي، ما كنتش اقدر اتكلم علشان محدش يبصلي بصة نقص. عارف الحادثة اللي حصلت لي من 5 سنين أثرت عليا في ايه؟ وسط ما كلكم كنتوا مشغولين بنفسكم، كنت انا بحارب بنفسي علشان ابقى كويس قدامك وما كنش ضعيف. انا لما سبت بنت اخوك كنت سايبها عشان مش عاوز ابقى ضعيف قدامها، ولما اتجوزت جوري انتهى وكسرتها. ورغم كل ده ساعدتني ورحنا للدكتور علشان يرجعني راجل تاني. كنت بتعالج وهي واقفة جنبي وفي ظهري وبتساعدني، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تحسسني اني مش ناقص. بس انا ما سبتش بنت اخوك علشان خاطرها، اني سبت بنت اخوك علشان ما كانش هينفع اتجوزها اصلا، لاني ما كنتش راجل، ولا حضرتك كنت هتفرح بيا لما تعرف كده. لكن دلوقتي اني خفيت بس بمساعدة جوري ووقفتها جنبي. اني اسف يا ولدي، ما كنتش اعرف اللي حصل ده كله. الف مبروك، الف مبروك يا فهد. مالك يما؟ اني حاسس انك مش متفاجئة ليه؟ انا عارفة يا حبيبي كل حاجة من الاول، وجوري كانت حكيلي على كل حاجة. وبعد شوية طلع لجوري. مالك واقفة كده ليه؟ انا اسفة يا فهد انك عرفت اني قلت لمامتك كل حاجة، بس صدقني غصب عني وهي اصرت اني احكي لها. ما تتأسفيش، كفاية وقفتك جنبي طول الفترة اللي فاتت دي. أنا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيك يا نور عيني. بجد يا فهد؟ يعني انت مش زعلان؟ لا يا روح فهد، مش زعلان. بحبك قوي يا فهد. واني بحبك يا ام حمزة.